ما تقولوليش برك مازال ما وليتو ديروا لو بان دومي غير في الدار، خاطر من الحاجات اللي ما وليتش نحب نشريهم ونحب نديرهم غير في الدار، وزيد درته لكم بلا فارين كومبليت ويجي بزاف هايل. السلام عليكم. من انجح الوصفات تاع لي بان دومي اللي تقدروا ديروهم، وصفه سهله ماهله وبنتها كي العاده لهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها في ريسيبيون، درت كاس تاع حليب دافي واللي هو 250 ملل، مغرف كبيره تاع خميره الخبز لازم تكون ممسوحه، مغرف كبيره تاع السكر، مغرف كبيره تاع حليب بودره، ونخلط كلش بالفوي، نغطي عليه ونخليه يتفاعل واحد 10 دقائق، ونروح نجيب لا فارين كومبليت تاعي تاع عمور اللي دائما نخدم بها، ومن افضل لي فارين الموجودين في المارشي الجيري، تجي غنيه بالالياف، تساعدكم في الشعور بالشبع لفتره طويله، وزيد تساهم في تحسين عمليه الهضم. كما شفتوا درت منها 3 كيسان بنفس الكاس اللي درنا به الحليب اللي هو تاع 250 ملل. هنا بعد ما تفاعل لي 10 دقائق جيت درت حبه تاع البيض الخليط، خلطته مليح، ونجي نحط كامل الفارينه، نزيد معها كميه تكون مليحه تاع الملح، واحد المغرف صغيره معمره مليح، نخلط شويه ونبدا هنايا نعجن فيها، نعجنها بالبيتخا. بعد ما بديت نعجن فيها شفتها بلي مخصوصه شويه لا فارين كومبليت، درت لها مغرف واحد اخرى كبيره، واللي يحب المقدار تاع لا فارين كومبليت بالميزان تطيح لكم 400 غرام سوا سوا. هنا كيما راكم تشوفوا بعد ما تخلطت مليح درت لها مغرف كبيره تاع الزبده ولا تاع المارغرين، وخليتها تكمل تعجن مليح. ولا تقدروا في بلاصه الزبده ديروا 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون وتخلوها تكمل تعجن. بعد حطيتها في ريسيبيون، غطيتها بابي فيلم وخليتها تخمر لي مليح. هذه العجينه الاولى باسكو انا كنت خدمت عجينه واحده اخرى، خاطر حنعطيكم 2 موديل. الموديل اللي راح يطيب في هذا القالب الخاص بالبان دومي، وكيما شفتوا هذه العجينه كنت فتحتها وشفت الكميه تاعها بزاف كبيره على القالب، معناتها كنت نحيت لي شوت بهذه الطريقه وخليتها على شكل مستطيل، ونقعد ندور فيها هكذا كيما راكم تشوفوا، تدوروا وتسيو تزيروا مليح بصبعتيكم وتكملوا حتى تزيروها في لي كوتي في الاخر مليح مليح بهذه الطريقه. نروح نجيب القالب تاعي ندهنوه بالمارغرين ولا بالزبده، نحط فيه العجينه ونغطيه بالغطاء تاعو ونخليها تخمر ماشي حتى وين تطلع وتلصق مع وندوروا للعجينه الثانيه، وبنفس الطريقه كيما قلت لكم كنت خدمت عجينه واحده اخرى شويه فارين كومبليت. راك تشوفوا هذوك لي شويت اللي كنت نحيتهم من العجينه الاولى لصقتهم في هذه العجينه، ودرت حربوش يكون طويل بهذه الطريقه، وكنت زيرت عليه مليح بنفس الطريقه. نروح نجيب القالب تاعي كيما راكم تشوفوا تاع الكيك، خاطر بزاف كبير، دهنته بالزبده، رشيت عليه شويه د الحبوب تاع الخبز، وكنت حطيت العجينه تاعي مليح بهذه الطريقه، نغطي عليها ونخليها تطلع ثاني هي مليح. شوفوا هنا تاع الكيك كيفاش طلع، معناتها تقدروا ديروه في القالب تاع الكيك اذا ما كانش متوفر عندكم القالب تاع البان دومي. من فوق دهنت العجينه بحبه تاع صفار البيض اللي كنت خلطت لها مع شويه تاع الحليب، درت لها شويه تاع الجلجلان وندخلها الطيب. وبالنسبه للغلاق تاع المول هذا ما تنساوش تدهنوه قبل ما تدخلوه كيما راكم تشوفوا طريقه الطبخ مكتوبه تحت لا فيديو، لازم تخلوه يبرد ليله كامله باش تقطعوه.